وكاين اللي يجي ديال السياسه مخطط المغرب الاخضر جينيراسيون غرين ما كاينش الخضره. كنقول راه الناس خصها تحمد الله باش تجينا الشتاء. الحمد لله انه راه 7 سنين ديال الجفاف وعندنا مازال مطيشه، يعني كتباع في المارشي ديال انزكان بين 2 دراهم ونص و4 وكتوصل هنا بين 4 او بين 7. بعض المناطق الحمد لله كاينه ومازال غادي ترخص ان شاء الله بلي غادي يسخن الحال. واشكاليه اللحوم اشكاليه مطروحه، يعني قولوا لي كيفاش بغيتوا تكون لا ريبرودكسيون، كيفاش يمكن يكون عندنا واحد الشبكه ناسيونال بهاد لا سيتياسيون ديال الجفاف اللي كاين، وماشي هاد قله الثلوج اللي طاحت وداك الشيء اللي غتحل المشكل. باش نكونوا موضوعيين، حنا باقيين في ظروف صعبه وخصنا نتكلموا مع المغاربه بكل صراحه. دونك الحمد لله انه رغم كل شيء هذا الشيء اللي كيمشي للمارشي، يمكن اللي ما كيمشيش للمارشي ما عرفتش اش واقع، ولكن اللي كيمشي للمارشي كتلقاو جميع المنتوجات وماشي شي حاجه اللي يعني تحكم في التضخم. انا قلت لكم اللي كنقولوا 0.9% راه فيها واحد العدد المنتجات الفلاحيه، فلا يمكن ان تعمل الفلاحه الاخ بدون ما، ولا نعطيوك احسن بخي في المغرب الا قدرتي تدير لنا الفلاحه ودير لنا السيريال ودير لنا اللحم وزيرو لتر ديال الماء، نقول لك برافو زعما. يعني احنا كاع ما عندنا ما نجاوب في هذه الحكومه، ولكن الحقيقه انه لا فلاحه بدون ماء. واللي غادي يضيع الوقت ديالو باش يكذب على المغاربه ياخذ هذاك الوقت ويطلب الله انه تكون الشتاء ويتقى الله ويقول بانه الحمد لله خصنا الشتاء، لان الا ما عندنا الشتاء راه ما عندكش فلاحه. والحمد لله انه رغم 7 سنين ديال الجفاف انه ملي كتمشي للمارشي كتلقى داك الشيء اللي بغيتي. وسمحوا لي ضروري ما ناكدوا انه واخا هذا الشيء كله اللي تقال، بلادنا اليوم كتعيش لحظات دستوريه تاريخيه. لحظه مهمه هي اقترابنا من المصادقه البرلمانيه على اخر القوانين التنظيميه